في أحد الأيام سمع المدير صوت بكاء وصراخ صادر من أحد الفصول، فأسرع راكضا نحو القسم ليرى ما يحدث. دخل فوجد الأستاذ يبكي ويصرخ، فقال له باستغراب: ما بك؟ لماذا تبكي وتصرخ بهذه الطريقة؟ رد الأستاذ وقد بدا عليه الانهيار: لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. هؤلاء التلاميذ أفقدوني صوابي، جربت معهم كل الوسائل ولم أجد أي حل، لقد تعبت وأصبت بالإحباط. إن لم تصدقني اسألهم بنفسك هذا السؤال: من قتل عمر المختار؟ استدار المدير نحو أحد التلاميذ وسأله: من قتل عمر المختار؟ فرد التلميذ بكل جدية: والله ما أنا أستاذ. نادى المدير على تلميذ آخر وسأله نفس السؤال، فرد: أنا كنت نائم، ولما صحيت خرجت ألعب كرة القدم. ثم سأل تلميذة ثالثة فقالت: كنت في الحمام مع أمي. وجاء الدور على الرابع فقال: أنا ما أعرف هذا الشخص أصلا. فالتفت الأستاذ إلى المدير وهو على وشك الانفجار وقال: أرأيت؟ هل اقتنعت الآن أن هذا القسم في غاية السوء؟ رد عليه المدير بكل هدوء: حسنا، لا داعي للانفعال، فقط أجبني بصراحة، هل أنت متأكد أن قاتل عمر المختار يدرس في هذا الفصل؟